السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الفلافل او الطعمية المصرية بنفس وطعم المطاعم بالظبط. يلا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا نص كيلو من الفول المدشوش. جبناه ونقيناه كويس وغسلناه ونقعناه في المية لمدة 6 ساعات. ما ننقعش الفول اكتر من كده عشان الفولة ما تبقاش شاربة مية مننا وتبقى بايشة، وده بيخلي الفلافل تفك مننا في الزيت بعد من كده. بعد من كده عندنا بصلاية متوسطة، بيضة او حمرا مش هتفرق، وبنقطعها اي تقطيعة علشان تبقى سهلة معانا في الفرن. بعد من كده عندنا 4 فصوص او 5 من الثوم، بنحطهم زي ما هما. وعندنا ربطتين صغيرين من الكرات، والكرات هنا اساسي جدا في الوصفة وبيفرق في طعمها جدا. في ناس بتعملها بالبقدونس وبالكزبرة، لكن اصل الفلافل المصرية بتتعمل بالكرات. ولازم ناخد بالنا ان كمية الكرات او الخضرة الكزبرة او البقدونس ما تزيدش عن الحد المعقول، لانها بتخلي الفلافل بتاعتنا تبقى غامقة من جوه وشكلها مش لطيف. وكمان علشان كمية الخضرة الزيادة بتبقى فيها كمية مية كتير، وده بيخلي الفلافل تفك مننا بعد من كده في الزيت واحنا بنقليها. بعد كده عندنا قرن فلفل اخضر، وده بيدي ريحة حلوة جدا في الفلافل واحنا بنقليها. بعد كده انا لقيت ان البولة بتاعتي صغيرة، فجبت حاجة اوسع شوية، جبت طبق غويط اوسع شوية، وبنزل فيه الفول والمكونات بتاعتنا اللي هي البصل والثوم والخضرة والفلفل الاخضر، وبقلبها كويس جدا علشان كله المكونات تختلط مع بعضها، وتبقى لما اجي احطها في الكبة تبقى كل حاجة موجودة في الكبة. يبقى جزء من الفول وجزء من البصل وجزء من الثوم، كل جزء موجود في الكبة، ما يبقاش الكبة فيها فول بس او كمية الخضرة اللي فيها شوية صغيرين. بعد كده بنجيب الكبة بتاعتنا وبنحط فيها كمية مناسبة من المكونات، الفول مع الخضرة مع البصل مع الثوم، وبنراعي الكمية اللي احنا حاطينها بحيث تتناسب مع حجم الكبة علشان نعرف ان احنا نفرمها كويس. بعد كده بنراعي كمان خطوة مهمة جدا، ان الكمية اللي احنا حاطينها لازم أن يكون فيها جزء من البصل وجزء من الخضرة. بعد كده بنفرم المكونات اللي عندنا كويس جدا. انا هنا لقيت ان العجينة بتاعتي ناشفة او محتاجة شوية من السوائل، فجبت كوباية مية واخدت منها معلقتين بالظبط. انا هنا بنزل بالسوائل شوية شوية، ما بنزلش بيها مرة واحدة علشان العجينة بتاعتي ما تفكش مني وانا بقليها بعد من كده في الزيت. بفرم مرة تانية وبرجع اقلبها بالاسباتيولا من تحت لفوق علشان اضمن ان كلها اتفرمت كويس جدا. شايفين انا بقلبها. بعد كده باخد شوية بالاسباتيولا وبشوف القوام بتاعها، هو ده القوام بتاعها المطلوب او الملمس المطلوب. شايفين شكل العجينة؟ براعي ان انا ما اخليهاش ناعمة جدا علشان تبقى فيها سنة قرمشة او سنة جرشة واحنا بنقليها في الزيت، تطلع معاكي الفلافل مقرمشة وطعمها حلو جدا. بعد كده باخد الجزء اللي انا فرمته وبفضيه في بولة. بعد كده بفرم الكمية الباقية معانا بنفس الخطوات وبنفس التكنيك اللي عملناه في المرة الأولانية. وده شكل الفلافل كلها بعد ما خلصناها. شايفين لونها؟ شايفين خضرها؟ شايفين الجمال بتاعها؟ شايفين شكلها؟ بعد كده بفضي عجينة الفلافل اللي عندي في بولة أكبر أو بولة أوسع علشان نعرف إن احنا نشتغل فيها بعد من كده براحتنا، لأن البولة اللي كانت فيها كانت صغيرة عليها. شايفين كوبايه الميه اللي انا استخدمتها في الاول؟ شايفين هو ده بالظبط كميه الميه اللي انا استخدمتها، تقريبا نص كوبايه ميه مش اكتر، وبنزل بيها بالتدريج واحده واحده. بعد كده بجيب عجينه الفلافل اللي عندي وبضربها كويس جدا بالمضرب الكهربائي، ودوت علشان ادخل فيها نسبه كبيره جدا او كميه كبيره جدا من الهواء. وهو دوت سر المطاعم بتاعتنا. بتلاقي فيه كف في المطاعم بتاعة الفلافل، الكف دوت بيدور والعجينة بتتعجن، ووظيفته ان هو يدخل كمية هواء مش اكتر في العجينة بتاعتنا. عشان كده بنلاقي الفلافل بتاعتهم بتلاقيها نافشة وحلوة من غير ما يضيفوا لها ولا كربوناتو ولا بيكنج باودر. هنا المضرب الكهربائي او المضرب العادي، او لو عندك عجان استعملي الكف، هيقوم بنفس الدور. كل وظيفته ان هو بيدخل لنا كمية هواء مش اكتر. شايفين شكل العجينة بتاعتنا؟
بعد كده هنجيب مج ونحط فيه كيس بتاع السندوتشات او اكياس التلاجة، وبندخله جوه المج ونحط فيه كمية مناسبة على قد استخدامنا من عجينة الفلافل. وبعد من كده بنعينها في الفريزر او بنحتفظ بيها في الفريزر لوقت الاستخدام. بنراعي ان الكمية اللي احنا بنحطها بتكون على قد الاستخدام. ما ينفعش ان انت تطلعيها تستخدميها وتطلعيها تاني او تعينيها تاني. انت بتحطي كمية في الاكياس على قد استخدامك الشخصي، بتدخليها في الاكياس بالشكل اللي انا بعمله دوت قدامكم، وبحاول ان انا اطلع منه الهواء علشان ما يفسدهاش، وبسويها بايدي بالشكل دوت. بعد من كده بطبق الكيس وبسويها وبعينه بعد من كده في الفريزر او احتفظ بيه في الفريزر بالشكل اللي قدام حضراتكم دون. انا هنا النص كيلو من الفول عمل لي 5 اكياس، 4 اكياس احتفظت بيهم في الفريزر، والكيس الخامس هنقليه دلوقتي مع بعض. ملحوظة مهمة ان احنا بنعين الفلافل بتاعتنا في الفريزر من غير اي توابل او بنضيف لها الملح. الملح والتوابل بنضافه ساعة القلية او ساعة الاستخدام. التوابل بتاعتنا عبارة عن ملح وفلفل وكمون وكزبرة مطحونة وكزبرة صحيحة وسنة قرفة صغيرة. بعد كده عندنا طبق فيه شوية سمسم وحبة البركة، وطبق فيه مية عادية من الحنفية. بعد كده بنبل ايدينا بالمية وبناخد جزء من العجينة، وبالايد التانية بنحط فيها شوية سمسم وحبة البركة، وبنشكلها بالشكل دوت وبنحطها في الزيت بعد ما الزيت بتاعنا يكون ساخن او اتقدح. بنكرر العملية مرة تانية بالشكل دوت لغاية ما نملأ الطاسة بتاعتنا. بعد كده بنقلبها من وقت للتاني، نقلي الفلافل بتاعتنا وبنقلبها من وقت للتاني زي ما احنا شايفين بالمنظر دوت. شايفين الجمال؟ حلوة جدا. وده شكلها بعد ما طلعناها من الزيت. حابة تخليها نص سوا براحتك، حابة تسويها سوا كامل برضو حاجة ترجعلك. هي في الحالتين بصراحة طعمها خطير. بنبتدي نطلعها بعد ما تتحمر من الناحيتين، ونبتدي نكرر العملية مرة تانية لحد ما نخلص كمية الفلافل اللي عندنا. وادي شكلها في النهاية. شايفين الجمال؟ عايزة اقولك ان تركة حبة البركة مع السمسم اضافة مهمة جدا ليها. شايفين شكلها من جوه عامل ازاي؟ شايفين الجمال بتاعها؟ شايفين لونها؟ هنعمل مع بعض دلوقتي سندوتش فلافل. بتجيبي الخبز او بتجيبي العيش بتاعك وبتحطي كمية الفلافل اللي انت عايزاها مع شرايح من الطماطم وشرايح من الخيار، وبألف هنا وشفا. اتمنى انكم تجربوها وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم. السلام عليكم.